حلو. الحلو ما يكملش. لن تنسى اليومين هذه والله، لن تنسى بكل التفاصيل حقتها. فنصيحتي لكم استمتعوا بكل لحظة فيها. حبيت أسلم على الشباب وأتمنى لهم التوفيق. إن آمين يا شاء الله رب. الأمور سهلات، يعني التوتر يكون طبيعي جدا. أنا من الناس اللي كانت يعني جدا تتوتر، ولكن حطيت ثقتي في الله ثم في كابتن وليد. الحمد لله الأمور عدت جدا سهلات يعني. فلا تشيلوا هم، وإن شاء الله نفس اللي في IDC هو نفس اللي في الاختبار. ازيكم يا عروسه صغيرين؟ صغيرين. لسه لم تولدوا القروش. انا شايف فيه وشوش خايفه كده، وشايف فيه ناس مرعوبه. في ايه؟ شدوا حيلكم كده يا رجاله وادخلوا الامتحان. بصوا، هي التركات كلها انا هقولها لكم بقى، فانت ركز على الاخطاء اللي انت اتعلمتها مع الكابتن وليد اللي هيديها لك كل مهاره. امسك كل مهاره في الورقه واعرف الاخطاء اللي هتجيلك فيها ايه. سرعتك في اكتشاف المهارات مش هتخلي الاكزامينر يركز معاك. ربنا يعينكم فيه. أول تفضل. حاجة مسي عليكم جميعا، حبيبي. وإن شاء الله فالكم التوفيق والنجاح. آمين. وباقي على الأبطال خطوة بسيطة إن شاء الله كلكم قدها بإذن الله. إن شاء الله. ويكفيكم فخر وشرف أنكم في هذه العائلة الجميلة بقيادة الكابتن وليد. أنا بس أقول كلمة واحدة إن شاء الله، يعني من شكلكم من الظاهر أنتم مدربين the way you are doing everything in the بس طبعا ما اقدرش ان انا افوت الفرصه ديت، ربنا ما يحرمنا منها عاده، ونشجع الشباب يعني وسيم ومحمد يعني ربنا يبارك لهم كده، وان شاء الله تبقى فتح خير عليهم. واهم حاجه بس يركزوا وما يتوتروش، وهم امشوا ان هم بروفيشنال من غير امتحانات يعني. فان شاء الله يعني انا متفائل جدا بالمجموعه ديت. احنا فعلا عاده عندنا في كل دوره معانا بنجمع القروش على قد ما يقدروا. طبعا هم مشاغلهم وحاجتهم الله يعينهم، ففي جزء بيطلع معانا والجزء الثاني ربنا يعينه. فبس دي دايما احنا عاده في قبل الاختبار بيوم لا، لازم جريت كلنا كده. جريت ايديا والله. طيب، أول شيء أحب أقول للجميع إنه ترى طبيعي إنه أنتوا تكونوا متوترين، زي أي شخص بيدخل امتحان ثانوية عامة، فهذا شيء جدا طبيعي. كل اللي تعلمتوه وبنيتوا عليه كل الفترة اللي فاتت الشهر الماضي هذا كله، ترى هي نفسها اللي حيجيكم في الامتحان. ما في شيء إضافي على المعلومات اللي أنتوا تعلمتوها. The only thing إنه أنتوا دحين عقلكم كوباية فيها رمل، والرمل هذا مخلوط مع الموية ففي شوائب. هذا اللي مسبب لكم التوتر والخوف. ريلاكس هذا اليوم، ناموا، تصحوا الصباح بكرة إن شاء الله حتلاقوا كل الرملة هذه ركدت ونزلت تحت، وصرتوا clear minded ready for the exam. عايز اقول لكم ان انا والله بص، المحاضرات النظريه اللي بتبقى الPDF اللي هي سوري اللي تكون على الزوم دي انت لو قريتها بس قريتها قبل الامتحان بيوم هتخش تقفل الامتحان. دخلت الامتحان بحل، قلت طب هو الراجل ده اكيد ليه واسطه في بالي، عشان كده واخد الامتحانات بتاعتها. طب الموضوع كله قاعد عمال يبص حواليه، وانا في خلال ربع ساعه كنت خلصت الجزء الاول ومشيت، خدت بريك ورجعت خلصت الجزء الثاني. خلال نص ساعه كنت مخلص الامتحان كله. فلا ركزوا اهم حاجه على المحاضرات اللي خدتوها، وان شاء الله باذن الله يعني الاجزاء كلها هتبقى موجوده من المحاضرات اللي حضرتك خدتوها. اول شيء السلام عليكم، مساء الخير للجميع. معاكم في هذا الاجتماع او نقول جمع الاحبه زي ما يقولوا المدربين الكبار. طبعا انا اصغركم سنا وعمرا الله يسعدك واخوكم الصغير زي ما يقولوا. الله يكرمك. هي كلها زي ما يقولوا يقول احنا طلعنا الزرع من وقت الحصاد. اوكي، باذن الله يعني احنا مرينا بهذا يعني بهذا شو اسمه من الخوف ومن التوتر، بس ثق بالله انك انت اول شيء طبعا ان تقول بسم الله الرحمن الرحيم والله يسهل عليك ان شاء الله الاختبار باذن الله وتكونوا من الناجحين. حبيبي ربنا يسعدك. ده كفايه وجودك معنا كابتن ابراهيم. كابتن ابراهيم من المدربين القدامى يعني، ما شاء الله خبره كبيره، وصاحب مركز غوص جزيره الغوص. بالعكس جزيره الغوص.
الله يحفظك كابتن ابراهيم. شارك فاميلي ما شاء الله عليكم. الله يكرمك كابتن ابراهيم. سمعتكم سباقه طبعا. وان شاء الله باذن الله توفيق اهم شيء تركيز. اوكي، نفس التدريبات اللي اداكم هي كابتن وليد، طبعا الغنية عن التعريف، ركزوا فيها وقول بسم الله وان شاء الله خلاص كابتن وليد، والتدريبات اللي انت اخذتها تطبقها وحتكون سهل عليك ان شاء الله في وقت الاختبار. هو شويه انا اقول لك شويه الاكزامنر وهذا يديك رعب شويه، ولكن مو اول مره تمر على اختبار. يمكن انتم مريتوا بحياتكم كثير على اختبارات، ان كان في المدرسه، ان كان في الجامعه، ان كان في تخصصك، في اي مكان يكون في ستريس عالي. بس ريلاكس، هدي، اتذكر كل شيء اعطاكم كابتن وليد ونفذ. هو ما حيطلب منك شيء كثير الاكزامنر. كابتن وليد على اللفتة الجميلة هذه. الله يسعدك. شكرا للكباتن جميعا، والله it's nice idea. It's really great support. يعطيكم ألف عافية، ما قصرت، وجزاكم الله خير جميعا. وثانك يو والله على وقتكم، يعني I really appreciate كل واحد فيكم ما شاء الله مشغول في الشيء اللي عنده وstill you made some time for us. والله I really appreciate it. هذه اللقطة يا كابتن ويا كباتن والله بالاي دي سي كامل صراحة. الحمد لله الحمد لله. والله بالتوفيق. جيمي شكرا لهم والله، كتر خيرهم فعلا يعني. ابو شال الله يعطيكم العافيه، صراحه كانت مفاجاه حلوه كابتن ابراهيم. حبيبي والله بالتوفيق. اهم شيء ولدنا، اهم شيء. اكيد اكيد ان شاء الله. طبعا باسمي وباسمكم جميعا اشكر كل الحضور، وشكرا فعلا شكرا لوقتكم وشكرا لمدخلكم معانا، وجزاكم الله خير. شكرا جزيلا. شكرا وليد، شكرا عبد العزيز، شكرا هتان، نايف. يلا سلام عليكم يا شباب، بالتوفيق ان شاء الله. سلام. يلا.